حركة غير عادية تلك التي شهدها المقر الجديد لحزب الاستقلال بحي الرياض زوال يوم السبت، حيث توافدت العديد من الشخصيات من مختلف المشارب السياسية منها والرياضية والفنية وكذا الثقافية. المناسبة هو حدث تنظيم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بشكل مشترك، حفلا استثنائيا تخليدا للذكرى السبعي لتقديم وثيقة الاستقلال، وهي المناسبة الغالية على كل المغاربة، مناسبة شكلت إحدى أقوى المدافع التي وجهت إلى سلطات الحماية ومكنت المغاربة من استرجاع حقوقهم. اليوم الحركة الوطنية متمثلة في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحيي هذه الذكرى اللي هي ذكرى كل المغاربة، ذكرى اللي كانت مهمة في تاريخ المغرب بحيث كانت أول وثيقة تطالب باستقلال المغرب، وكما كانت تطالب بتحرير المواطن المغربي من العبودية، وتطالب كذلك بعدالة اجتماعية حقيقية وتكافؤ الفرص. كذلك بالنسبة إلينا هذا اللقاء هو لتوطيد العلاقات بين الحزبين، لأن اليوم الشعب المغربي له أمل كبير في الحركة الوطنية متمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل إنقاذ الأوضاع، لأن المغاربة الآن لا يعرفون من هذه الحكومة إلا الزيادة في الأسعار وفي الضرائب. هذه محطة لتجديد التعاقد بين حزبينا، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مع الشعب المغربي. كل محطة التي انخرط فيها الحزبين، بدءا بالمساهمة في تحرير البلاد مع المغفور له محمد الخامس، والمساهمة في توحيد البلاد مع الحسن الثاني رحمة الله عليه، والمساهمة في بناء الدولة الديمقراطية كذلك من خلال الإصلاحات السياسية والدستورية، لكي التوافق بين الحزبين سواء في الكتلة الوطنية أو في الكتلة الديمقراطية يوصل إلى نتائج إيجابية لشعبنا. لذلك اليوم هي محطة جديدة كذلك لنؤكد للشعب المغربي أن الحزبين منخرطين في المشروع الحداثي الديمقراطي ديال تحديث وعصرنة هذا البلد والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس. من كل جهات المغرب توافد العديد من الشخصيات البارزة من مختلف أطياف المجتمع المغربي، فنانون، رياضيون، سياسيون، مثقفون وغيرهم، جاءوا إلى مقر حزب الاستقلال بهدف واحد، هو الاحتفال مع الحزبين العتيدين سليلي الحركة الوطنية بمرور 70 سنة على ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال و80 سنة لتأسيس حزب علال الفاسي. الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباطي اعتبر في كلمة له بهذه المناسبة أن وثيقة المطالبة بالاستقلال تشكل مرجعا للتاريخ، وهاجم في ذات السياق الحكومة الحالية معتبرا أنها تشكل خطرا جديا على مستقبل النظام الديمقراطي في المغرب. فإن وثيقة 11 يناير 1944 هي وثيقة المستقبل، لأن النظام الديمقراطي الذي ناضلت من أجله القوى الوطنية والذي عرف مسار بنائه تحول تاريخي بعد خطاب 9 مارس وإقرار دستور فاتح يوليوز 2011 يتعرض اليوم لخطر كبير، خطر الهيمنة، خطر تكميم الأفواه، خطر توظيف الدين لخدمة أجندة سياسية إقليمية، خطر الانقلاب على الدستور، خطر تدمير الأحزاب السياسية والشيطنة كل مخالفيهم في الرأي. إن سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا
جديا على التجربة الديمقراطية في المغرب. لذلك فإن استحضار ذكرى 11 يناير اليوم لا يمكن إلا أن يزيد في عزيمتنا وقوتنا لمواجهة خطر الانقلاب على الدستور الذي يقوده رئيس الحكومة وحزبه. لذلك حق لنا اليوم أن نطرح السؤال: أين الشعارات؟ أين الوعود الزائفة؟ أين الإصلاحات الموعودة؟ أين الحكومة من أحوال الشعب الذي لم يرى منها إلا محاربتها لقوته اليومي؟ في لحظة الوفاء هاته نعاهد الله على أن نواصل مواجهة دعاة الإصلاح وما هم بمصلحين، على أن نواجه دعاة مكافحة الفساد وهم أكبر المفسدين. ووصف أمين عام حزب الميزان مشروع حزب العدالة والتنمية بالمشروع السياسي المدمر، متنبئا لما سماه بالغمة الحكومية بالانزياح قريبا. السيدات والسادة، إن الإفلاس السريع لمشروع التطرف في المنطقة وفي عدة أقطار يؤكد أن الغمة الحكومية في بلادنا ستنفرج بحول الله قريبا، لأن الشعب المغربي إن الإفلاس السريع لمشروع التطرف في المنطقة وفي عدة أقطار يؤكد أن الغمة الحكومية في بلادنا ستنفرج قريبا، لأن الشعب المغربي لا يمكن أن يخدع مرتين، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. لقد واجهنا الدولة الاستعمارية وانتصرنا، وواجهنا الدولة المستبدة بعد الاستقلال وانتصرت الديمقراطية، ونواجه اليوم قوى الظلام والتعصب، ولأننا الأمل أمل الشعب المغربي سننتصر بإذن الله مصداقا لقوله تعالى. وفي حديثه حول قضية الصحراء المغربية قال شباط أن كفاحنا ما زال مستمرا دفاعا عن صحرائنا، وهاجم في ذات السياق دولة الجزائر مطالبا إياها بالجلاء التام عن الأراضي التي تحتلها في شرق المملكة. نعم، إنها وثيقة تنتمي إلى المستقبل، لأن كفاحنا مستمر دفاعا عن صحرائنا التي تواجه منذ 40 سنة مؤامرة المخابرات العسكرية الجزائرية، وهو كفاح صلب نابع من إجماع الأمة بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. إن استمرار أيتها الأخوات والإخوة الاحتلال الإسباني والجزائري لأراضي مغربية هو أيضا ما يجعل وثيقة 11 يناير 1944 وثيقة المستقبل. منها ومن تضحيات الموقعين عليها نستمد عزيمة النضال من أجل تحرير سبتة ومليليا والجزر الجعفرية، ومنها أيضا سنستمر في مطالبة النظام الجزائري بالجلاء عن الأراضي المغربية المغتصبة: تندوف، كولوم بشار، قناتسة، تيدكلت، وحاس بيضاء، وكل الأراضي المحتلة في شرق المملكة. الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس الشقر اعتبر خلال هذا اللقاء أن تنسيقه مع حزب الاستقلال لتخليد هذه الذكرى الغالية هو نابع من كون الحزبين العتيدين هو امتداد طبيعي للحركة الوطنية وللفكر التحرري الشعبي. اليوم نحن أمام أشخاص مغمورين لم يثبت أي باع لا في العلم ولا في الفكر ولا في السياسة، تقمصوا شخصية الدعاة واتخذوا المظهر والزي الرسمي لهم وكأنهم يمثلون في مسلسل تاريخي. نصبوا أنفسهم قيمين على الدين الإسلامي متجاوزين في ذلك حتى ما توافقنا عليه في الدستور من مؤسسات أهمها إمارة المؤمنين. إذا كانت
إذا كان التأطير الديني على مستوى البنية الفوقية جيد، فلنا أن نقول بحسرة وألم أنه على المستوى البناء التحتي سيء، لأنه يجعل مساجد الله في يد أمثال هؤلاء. إنهم يفعلون ذلك لفشلهم وضعف قدراتهم وطاقاتهم في إنتاج فكر سياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنهم أيضا يستفيدون من الريع الإحسان الديني الذي يدر عليهم موارد ضخمة عبر الجمعيات الدعوية وعبر المنظمات والشبكات الخيرية الموازية، والتي تستعمل مداخلها في استمالة الناخبين. وبصدق آخر من تحدث فيه كان يؤم بالناس في جامع في الحي الصناعي، تشهد كل المحطات الانتخابية التي عرفتها جماعة اليوسفية، التسابق الذي كان لمفسد الانتخابات في هذه الدائرة على هذا الإمام وعلى صوته الجهوري من أجل استقطاب الأصوات في الحملات الانتخابية. هكذا وهاجم إدريس لشقر عبد الإله بن كيران معتبرا أن رئيس الحكومة لا يعرف سوى لغة الاستفزاز السياسي وتوجيه التهم، متناسيا أنه يمثل الدولة وأن مسؤوليته هو الحفاظ على مصداقيتها لأنها ليست ملكا له أو لحزبه. إنه عهد منا نعلنه مجددا اليوم، ومع احتفالنا المشترك بذكرى 11 يناير إلا أحد محطاته في قافلة ستجوب الوطن شرقا وغربا شمالا وجنوبا لحزبينا حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى أن نصل إلى ما يسبو إليه الشعب المغربي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال هذا الحفل تفاعل العديد من نجوم الفن والرياضة والسياسة مع هذا الحدث التاريخي الكبير، حيث تماهوا بشكل مثير على نشيد الخالدة للحزبين العتيدين والتي رددوها بشكل حماسي. الحفل اختتم بتكريم العديد من الشخصيات الوطنية المقاومة التي أسدت تضحيات للوطن وأهله. هي إذن لحظة اعتراف بجيل الآباء الذين ضحوا بالغالي والنفيس ليعيش المغرب حرا أبيا.